السلام عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى عامله لكم رز بلبن طعمه تحفه. بصي جميل، بصي الجمال ده من غير نشا بقى، شكله وطعمه خطير. تقولي ده من غير نشا؟ اقول لك ده من غير نشا. وعامل كده عارف ازاي؟ تعالي بقى وانا اقول لك انا عاملاه ازاي. اول حاجه طبعا انا عندي لتر لبن، وعندي كوبايه رز غسلتها كويس وحطيتها في نص، في كوبايتين ميه بالظبط. حطهم على البوتاجاز بقى يتسلقوا. واجيب بقى شفشق الخلاط كده، احط فيه كبشتين رز. هو ده بقى سر الرز. ضربت الرز في الخلاط، ضربته في الخلاط، طعمه جميل وخطير. بص خدت بس كبشتين، واحط عليه شويه لبن برضو عشان يبقى يعمل في الخلاط. وضربته بصي في الخلاط ورجعت الحله تاني. خطير، طعمه جميل يا جماعه، قوي قوي قوي. خليه بقى ابيض قوي بقى كده، شكله جميل قوي. صلوا على النبي يا جماعه. واللي وصل لحد هنا يا جماعه يعمل لايك للفيديو واشترك القناه. حطيت واحده بقى فانيليا كده، وانزل بقى باللتر لبن. هو ده بقى سر ان انا ما حطيتش فيه نشا. انزل بقى باللتر اللبن كده، واحط عليه كوبايه سكر برضو، واقلبهم ببعضيهم. هو كده الرز يستوى كده. استنى بس اللبن لما يغلي يندمج مع الرز والفانيليا. بصي بقى شكله عامل عرق ازاي من غير نشا، خطير. حط بقى كوبايه سكر. طبعا السكر ده على حسب اللي انت عايزاه. صلوا على النبي يا جماعه. عندي بقى قشطه. بصي بشيل القشطه، بشيل وش اللبن عندي في التلاجة. عندي قشطه كده في التلاجة، اطلع منها حته احطها. بصي اهي، تديها لمعان كده وتخلي شكله جميل جدا. وخلاص الرز اللبن كده خلص. بس شكله جميل ازاي. نزلته بقى على الرخامه خلاص. اجيب بقى لا لسه بيغلي، هيغلي بس غلوه، اول غلوه كده اروح منزله. بصي هجيب بقى السلاطين بتاعتي، واروح صباه في السلاطين واسيبه يهدى شويه. بصي الجمال بقى. بصي ما هدي شويه برد. بصي ولا نشا ولا اي حاجه، زي بتاع بره واحلى من بتاع بره. بصي جميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. القاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.